المشكله الثانيه يا ريهام طبعا اللي مصر كلها عندها هالات السوداء. ما اعرفش انا، مصر كلها عندها هالات سوداء ونص مصر عندها انتفاخات وبتبدا. كلمينا الاول قبل يا ريهام ما نشوف المنتجات اللي معانا النهارده، اسباب الهالات السوداء والانتفاخات ايه؟ طيب لو مش بننام بدري هتطلع لنا هالات سوداء وبافنس. لو في ستريس، لو بنشرب منبهات القهوه والكافي والكابتشينو، كل الحاجات دي هيطلع لنا. لو ما بنلعبش رياضه، لو ما بنستخدمش نايت كريم لان او اي كريم فور نايت اور داي يعني. لو ما بنعملش مساجنج للمنطقه دي عامه، فاحنا اكيد ما بنستخدمش اي كريم. اسباب كتيره، كل حاجه بنعملها غلط في صحتنا بتطلع على العين. بالظبط. طب ريهام طبعا قبل ما نشرح اللي انت جايباه النهارده، عشان الكريمات دي تعمل ايفكت لازم نصلح حياتنا الاول. يعني ما بقاش بستخدم الكريمات واقول لا الكريم ما جابش نتيجه وانا بسهر وعندي انيميا وما بنامش وما باكلش وما بلعبش رياضه. يعني لازم اصلح حياتي طبعا. يعني ما هوش سحر ان انا احطه برضو مثلا يبقى عندي انيميا الانيميا طبعا بتغير لون الدم، فبما ان المنطقه اللي تحت العين دي منطقه شفافه جدا فبتبين لون الدم. لو لون الدم مش الاحمر الطبيعي الصحي، بيبقى اغمق شويه مع الانيميا، فبتبان بقى ان هنا في هالات غامقه. طيب نحلها ازاي بهايتك؟ هايتك عامل حاجة لطيفة جدا، يعني من اسمه Instant Puffness and Dark Circle Reducer. المشكلتين، أكبر مشكلتين بتقابلنا اللي هو الانتفاخات، ودي غالبا لما بتظهر قوي لو حد عنده ستريس ونام، يعني متضايق معرفش ايه ونام، تاني يوم الصبح تحسيه لسه عايز ينام ما نامش كويس، بتبان على طول. بلس الدارك سيركل اللي هي قلنا مشاكلها كلها او من اهمهم فعلا الانيميا، لان اغلب الناس ما بياخدوش فيتامينز، لو ما بياخدوش بالهم. عارفه يعني دايما لما حد يكلمني يقول لها طب حللي ده، بتروح تحلل فعلا يبقى عندها انيميا، او هي مش عارفه، هي مش عارفه فعلا حقيقي. طب ده عباره ده مكوناته ايه برضو؟ الهايلورونيك في حاجه اصل الهالات السوداء دي قويه قوي يا ريهام. في مكون مثلا يعني انا مش مصدقه انها ممكن تودي الهالات، في حاجه قويه غير الهايلورونيك فيها ممكن يساعد؟ في مواد مستخرجه من الشوفان. دي حاجات طبيعيه جدا. ويعني هايتك واخد براءه اختراع فيها، لان استخرج ماده معينه بتخلي البافنس ده عباره عن ايه؟ سوائل ما اتصرفتش، يعني ما طلعتش عن طريق عرق او راحت على الغدد اللي هي المفروض تروح عليه، فبتعمل لنا انتفاخ. الانستنت بافنس اند دارك سيركل ريديوسر بيقلل ريديوسر بتصرف ايه السوائل ده بالنسبه للبافنس. بلس ان هي بتخلي الدوره الدمويه تمشي صح، لان الدوره الدمويه برضو لو ما مشيتش صح هيبقى عندي ركود، الدم هيبقى لونه مش حلو، هو الوش بيبقى كله مضلم، بلس ان تحت العينين بيبقى زايد قوي. صح. تورينا بنحطه ازاي ريهام؟ ده رول اون لطيف جدا، يعني استخدامه سهل قوي. رول اون بيعمل مساجنج وهو بيحط. يعني كمان فكره مساج، يعني انا مش بحط بس الكريم، بعمل مساج عشان زي ما انت بتقولي البافنس ده يقل والدوره الدمويه تشتغل وكل حاجه بيتصرف. اهو هو رول، فكل بنقعد ايه 50 ثانيه. هو بيتحط فوق كمان؟ بيتحط فوق، يعني فوق وتحت. طب ولو انا حاطه التاني ما يجراش حاجه ولا؟ بيرفكت، الاثنين مع بعض، يعني الاثنين فوق بعض مفيش مشكله خالص ما دام نفس الشركه، فالانجريدينت بتبقى كلها ماشيه مع بعض. زي ما مثلا واحده بتستخدم داي كريم من شركه. طب بس ريهام انا بحطه فوق ليه؟ بحط فوق ليه؟ وعلى البافنس فوق ليه بحطه؟ مساجنج على العظمه، هو اول اراوند. اوكي. لان احنا قلنا الاي ليد ليفت بيرفع لكن ما بيوصلش للجفن اللي هو فوق الرموش. ده الجلد بيمتصه بطريقه هايله جدا، فبيغذي بقى كل الجلد. طب ريهام قولي لي تورينا تاني الطريقه بليز. وده يتحط ايه؟ صباحا مساء؟ يتحط قد ايه؟ ده طبعا قبل ما ننزل لطيف، صباحا حلو ومساء حلو، مرتين في اليوم هايل. مرتين في اليوم بالظبط، لان موضوع الهالات السوداء بيعمل مشكله، يعني بياخد
عند اغلب الناس، فعشان يروح لازم نركز معاه شويه. وفي نفس الوقت بيدي الانستنت اللي انت بتقوليه، يعني لو واحده عندها فصنس انتفاخات او هالات هتقل. تحط الصبح قبل ما تنزل وقبل ما تحط هتقل بنسبه برضو بنسبه 37%. انت دقيقه قوي. لازم يعني 37%. بس بتفرق. وعلى المدى الطويل ممكن الهالات مع الاستمراريه بقى بتدي نسب اكتر. نسب أكتر. يعني ده بالذات مع الاستمراريه بتدي نسب اكتر. طب ريهام، انا لو عندي الحاجتين دول او حاجه منهم، هل تغنيني خالص على الكريم العين العادي بتاعي؟ تغنيني مفيش مشكله. طب سؤال تاني يا ريهام، واحده جابته علشان كان عندها مشكله، المشكله اتحلت، هل ارجع اكرره ولا ممكن ارجع للروتين العادي بتاعي؟ لا، هي مشكله الايجنج مش هتتحل، لان احنا طول الوقت. لا، انا دلوقتي انا مش جايباها عشان الايجنج، انا جايباها عشان الهالات والانتفاخات. هو كله يعني الهايلورونيك اسيد كل يوم بيعدي من حياتنا احنا بنكبر، فهو بيأجل الظهور التجاعيد. بلس البافنس بلس يعني استمر عليه. استمرار عليه، ولو وقفته ما فيهاش حاجه. لا اصل في ناس بتخاف اصل لو وقفته هرجع زي الاول وما زي الاول. لا، دي ادويه تانية وحاجات تانية. لا الكريمات لا.